السلام عليكم. بمجرد إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر العسكري على تنظيم داعش، برزت مشكلة سلاح الفصائل التي قاتلت التنظيم الإرهابي تحت مظلة الحشد الشعبي. وتحدث الكثيرون عن ضرورة نزع ذلك السلاح وعدم عسكرة المجتمع. وحيال تلك الدعوة باشرت كثير من الجهات والفصائل إلى تسليم جزء من أسلحتها، ودعت أتباعها إلى ترك ارتباطهم الحزبي والالتزام بما تقرره الدولة. حصر السلاح بيد الدولة قصتنا لهذا الأسبوع من برنامج العمود الثامن، سنناقشها من خلال ما كتبه الزملاء الدكتور سعد العبيدي. مرحبا دكتور. والزميل عدنان الفضلي. مرحبا عدنان. العبيدي كتب في جريدة الصباح عمودا وضع له عنوان حصر السلاح بيد الدولة، وكتب الفضلي في جريدة الحقيقة عمودا بعنوان إعلان النصر خطأ ومثله حل الحشد. وقبل الدخول في تفاصيل ما كتب، هذه إطلالة على بعض المانشيتات الصحفية المتعلقة بقصة الأسبوع. موقع الغد بريس: الجبوري يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة والعزوف عن سياسة عسكرة المجتمع. موقع موجز العراق: المرجعية العليا تشدد على حصر السلاح بيد الدولة. جريدة إيلاف الإلكترونية: الصدر يعلن تسليم سلاح فصيله العسكري إلى الدولة. موقع اليوم السابع: حيدر العبادي: حصر السلاح بيد الدولة وسيادة القانون أهم خطوات بناء العراق. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. كنا وبعض العنوانات الصحفية المتعلقة بقصة الأسبوع. الآن نبدأ بمحاور البرنامج مع الفقرة الأولى لمقالة الدكتور سعد العبيدي في جريدة الصباح. للسلاح قيمة في المجتمع العراقي، قيمة تكاد أن تكون عالية، إذ يرتبط وجوده منذ الأزل مع وجود صاحبه آمنا، ويرتبط من ناحية أخرى باضطراب الأمن المجتمعي. لذا كان السلاح موجودا في معظم البيوت، وإن كان خنجرا أو سكينا. هذا وتسبب وجوده عندما تطور من الخنجر إلى البندقية والمسدس بمشاكل كثيرة لأصحابه وإلى المجتمع والدولة. دكتور، قبل لا ندخل بموضوع نزع السلاح وحصره بيد الدولة، بودي أن أستبين رأيك أو كيف تنظر لما يحدث الآن في إقليم كردستان من مظاهرات وأحداث مؤخرا. يعني أعتقد مرتبط ارتباط بشكل مباشر، يعني أو مشكلة المظاهرات في كردستان مرتبطة ارتباط مباشر بالوضع المعيشي، أسلوب إدارة المجتمع، نتائج الجانبية للاستفتاء. الاستفتاء القشة اللي أعتقد التي قضمت أو قصمت ظهر البعير. يعني استطاع الإنسان أو استطاع المجتمع الكردي أن يخرج من طوق الحصار اللي كان مفروض عليه من قبل الحكومة اللي موجودة في كردستان، فخرج بعدة اتجاهات، يعني معظمها أو بعض منها أعتقد ليست مقننة، فجاءت على شكل مظاهرات بهذا المستوى، وأتوقع ستتطور. زين، أعود إلى موضوع السلاح. دكتور، يعني في مطلع القرن اعترف الحكم الملكي، ورسالة الملك فيصل إلى جعفر العسكري أظن واضحة، يقول فيها أن العشائر أقوى من الدولة، بوجود السلاح بيد العشائر أكثر من السلاح، وحتى يعدد قطع السلاح يعني بالأرقام في بعض الفقرات. هل يعني الأمر ما زال قائما في العراق إلى هذا اليوم؟ بالتأكيد، لأنه السلاح بالمجتمع العراقي أو المجتمع العربي الذي ينتمي إلى أصل صحراوي أو بدوي، السلاح قيمة، جزء من شخصية الإنسان. السلاح يعني أكيد أكو كثير من الأمثلة اللي موجودة بالمجتمع العراقي، فلان خنجره بحزامه وإلى آخره. فهذه تطورت مع المجتمع العراقي، إلا أنه البيئة الاجتماعية أو بيئة الدولة أو بيئة الحكومة المدنية الحديثة لم تستطع أن تنزع هذه القيمة من داخلنا. لذلك احنا امتلكنا السلاح،
وبقي السلاح لحد يعني هذه اللحظة قيمة. لازم ننزع القيمة أولا الاجتماعية بالتأكيد، وبعدين يلا تاخذ سلاحها. نغير نهج التفكير، لأنه احنا أيضا ما زلنا نحاول أن نصل إلى ما نريد عن طريق القوة. جميل. لسنا ديمقراطيين. جميل. فالقوة منطقية. شكرا دكتور، أعود إليك في الموضوع ذاته، ولكن دعني أسأل عدنان في نفس موضوع الاحتجاجات الجارية في إقليم كردستان، ولكن بعد أن نأخذ المحور الأول لمقالته في جريدة الحقيقة. انتفاء الحاجة إلى الحشد الشعبي والدعوات التي أطلقها البعض لحله وتجريده من أسلحته تحت مسمى حصر السلاح بيد الدولة هي ومن وجهة نظري دعوات خاطئة ومتعجلة، مثل إعلان ما سمي بالنصر النهائي على داعش. فتواجد الحشد الشعبي اليوم يعد مطلبا ضروريا إلى حين يتم القضاء نهائيا على كل ما له علاقة بهذا التنظيم الإجرامي. نعم عدنان، قبل لا أسألك أيضا في قضية فصائل الحشد الشعبي ونزع السلاح، بودي أن أستبين رأيك حول ما يجري من احتجاجات وتظاهرات في إقليم كردستان. احتجاجات كردستان كانت متوقعة، وهي ليست وليدة اليوم، إنما كانت هناك أكثر من شرارة اندلعت يعني في تظاهرات في المدن التي ربما لا تحكمها بالكامل قوات مسعود برزاني. يعني السليمانية تمام. يعني كانت كل التظاهرات تخرج من هناك، باعتبار أن هناك من اشتغل بالضد من هيمنة مسعود برزاني على القرار السياسي. طيب. واقصد يعني تغيير الجماعة الإسلامية والتغيير، وأيضا الميول الجيدة للاتحاد الوطني بقيادة إمام جلال، الراحل إمام جلال ومن خلفه، يعني بمعنى أنها جاءت نتيجة وصول الشعب الكردي إلى مرحلة الجوع، رواتب معطلة، اقتصاد سيء. الآن جاءت ربما يعني عقوبات الحكومة الاتحادية بغلق المنافذ وغلق المطارات، أثرت أيضا على الاقتصاد، وبالتالي هي ثورة اقتصادية أو بمعنى ثورة جياع. حدثت ثورة جياع وليست ثورة سياسية. لا، حتى المطالبات الموجودة الآن أغلبها تطالب بصرف الرواتب. جميل. يعني نقابة المحامين كانت مع صرف الرواتب فقط. حتى المثقف الكردي الآن دعواته هي فقط أنه يعني الدخول في مفاوضات سريعة لحل الأزمة الاقتصادية الموجودة في كردستان. أعود إلى موضوعك عدنان. يعني الملاحظ أن أغلب فصائل الحشد الشعبي رحبت بموضوع نزع السلاح، فيما أنت غير مرحب بذلك. أنا في مقالتك على الأقل. في مقالتي ركزت على مصطلح هو استعجل به ربما رئيس الوزراء وكل من يتحدث عن كلمة النصر النهائي. طيب. كلمة النصر النهائي تعني أننا قضينا بالكامل على داعش، لكن الحقائق الآن الموجودة في الساحة تقول أن داعش ما زال يقاتل داخل الأراضي العراقية ومتواجد بالقرب من العاصمة بغداد، بدليل أنه قبل يومين أو ما زالت مستمرة معارك من طيبيخة التي راح ضحيتها كثير الشهداء، وأيضا في أطراف من زملائنا الأساتذة. نعم، وفي أطراف الأنبار حدثت قبل أيام مشاكل. اليوم يعني تعرف عدنان، هذه جيوب موجودة من 14 سنة، ولكن كداعش كقوة ماسكة الأرض ماكو بعد. لا، الآن ممسكة بالأرض. وين يا أرض ماسكة بيها؟ الآن في مطيبخة قتال مستمر حتى هذا اليوم. واليوم تحدثت البيشمركة والأسايش عن صدامات مفتوحة حتى هذه اللحظة بالقرب من مخمور، والتي أعلنت انه مخمور تحديدا انها محرره قبل 3 أشهر. فكيف حدثت هذه؟ انا وياك. طيب كيف يعني زعماء بالفصائل المسلحه بالحشد الشعبي رحبوا بنزع السلاح؟ هل هم لا يعلمون بان داعش ما زال جزء منها في العراق؟ رحبوا بالفكره، ولم يتم حتى هذه اللحظه تسليم الاسلحه. الفكره متوافقه، لان هناك دعوه من المرجعيه، هناك دعوه من رئاسه الوزراء، هناك دعوه من البرلمان، كثير من الساسه انتخابات جايه يتفقون على انه يعني لابد من حصر السلاح بيد الدوله. لكن الان الاسلحه مستخدمه والقتال مستمر، وحتى هذه اللحظه يعني الان جميل. فصائل الحشد الشعبي تقاتل. اذا كانت سلمت الاسلحه فبماذا تقاتل اليوم؟ جميل. خلينا نروح للدكتور سعد العبيدي والمحور الثاني لمقالته في الصباح. إن الدولة في العراق التي يفترض أن تكون ديمقراطية لا يحتاج مجتمعها إلى الاستعانة بالسلاح لتحقيق أهداف الجماعات والأشخاص. واليوم وبعد تحقيق الانتصار لا بد أن يتجه المجتمع العراقي وأصحاب السلاح إلى الامتثال لرؤية المرجعية وتوجيهات الدولة في حصر السلاح بيد أجهزتها الأمنية والعسكرية
التي تمتلك وحدها على وفق القانون حق استخدامه سلاحا رسميا لأغراض حماية المجتمع والدولة. دكتور، يعني هل لديك تعليق على ما ذكره عدنان الفضلي فيما يخص إعلان النصر النهائي بأنه يقول مستعجل؟ هل فعلا هذا الكلام؟ يعني أنا بس يعني خلينا نقول أوضح من وجهة نظر على الأقل عسكرية. النصر النهائي مفهوم يتعلق بانتهاء المعارك العسكرية الرئيسية. جميل. يعني كمعركة أرض معينة يتصارع عليها طرفان، ماكو بعد بس كإرهاب موجود. موجود وسوف يستمر أعتقد إلى فترة ليست قصيرة من الآن، وموجود بكل ولكن المنطقات. سيطرتهم على الأراضي، سيطرتهم على الأرض، واستخدام كمعركة عسكرية بأسلحة بهذا المستوى. أتصور هو هذا المفهوم اللي قصدته الحكومة العراقية. جميل. أو رئيس الوزراء. طيب الدكتور، فيما يخص نزع الأسلحة، يعني البعض يسعى إلى تلخيص مشكلة السلاح بما يملكه بعض فصائل الحشد الشعبي. هل الموضوع يعني كذلك أم أنه أعقد من ذلك الموضوع بكثير؟ أعقد بكثير. ليست المعضلة الآن بالسلاح اللي موجود رسميا وزع من قبل الدولة إلى فصائل محددة مقننة ضمن الحشد الشعبي. هي المشكلة، لأن هاي رسمية صارت. رسمية الدولة منطقتهم. لا المشكلة بالسلاح أنا أعتقد خارج أطر الحشد الشعبي. يعني حتى أقدر أقول لك الشخص المنتمي إلى الحشد الشعبي رسميا إذا كان لديه سلاحا ليس رسميا موجود عنده بالبيت فهذا مشكلة. تمام. اكو فصائل هي خارج اطار الحشد الشعبي زين موجوده وايضا قاتلت وتعتقد ان لها استحقاق، لديها سلاح. السلاح يا سيدي سواء كان مسدس بالبيت او مدفع لجهه معينه هو مشكله، لا يمكن لمجتمع ان يتحضر ويتقدم بوجود السلاح ايا كان نوعه. هل ستنجح الدوله بنزع السلاح؟ أعتقد إذا مشت بتوجهاتها الحالية، إذا المجتمع شوية قدر يساعدها. يعني الحكومة وحدها أعتقد صعب عليها، يعني ليست سهلة، بس المجتمع يحتاج لعونة، أن يقدم عونة للدولة. هو جايك بهذا السؤال دكتور. المجتمع يعني هو الحديث فقط عن الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، لدينا آلاف وملايين قطع السلاح موجودة بالعشائر ويوميا قاعد يتقاتلون بالجنوب على طلابة ما أدري شنو، وطلعت البيكيسيات والسلاح الثقيل. خلينا نروح الفاصل ونتحدث عن هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحديثنا هذا اليوم في العمود الثامن عن حصر السلاح بيد الدولة. كان حديثي مع الدكتور سعد العبيدي، سألته قبل الفاصل عن لماذا يتم التركيز على الحشد الشعبي فقط دون ذكر آلاف ربما مئات الآلاف من القطع السلاح، وفيها قطع سلاح ثقيلة موجودة في الجنوب في عشائرنا يتقاتلون على أتفه الأسباب وضحايا تجر بالعشرات. لماذا لا يتم الحديث عن هذا الموضوع؟ لأنه السلاح اللي موجود عند بعض الفصائل، وقلت لك أنا يعني لا أشكو من وجود سلاح أو من مشكلة السلاح لدى فصائل رسمية موجودة بالحشد الشعبي، لأنه هذا مسيطر عليه. تشكيل مسيطر عليه. الحكومة باكر تقول لهم سلموا سلاحكم يفترض يسوي. أنا مشكلتي مع السلاح اللي موجود لدى فصائل خارج هذه المنظومة أولا. تمام. اثنين، السلاح اللي موجود لدى العشائر يا أخي، السلاح ارتبط هسه بمشكلة كبيرة بالعراق. من صار الحرب تدري تضعف معالم السلطة التنفيذية، خلينا نقول الشرطة إلى آخره. الآن السلاح مرتبط بالتجارة غير الشرعية. تريد تهرب أنت لازم تطلع مسلحين يوصلوا لك المادة اللي تهربها. تريد توصل مخدرات. تمام. تريد أنت حشاك بالطوائل حتى تحمي دعارة عليك أن تجيب مسلحين وسلاح، وكله غير شرعي. فكله غير شرعي. هنا هي المعضلة. ينبغي أن تكون هناك خطط رسمية مؤطرة بأطر قابلة للتنفيذ خلينا نقول، وتشرع بها الحكومة وأمامها فرص. أذهب إلى الحقيقة وإلى عدنان الفضلي والمحور الثاني لمقالته. ربما يقول البعض أن بقاء السلاح بيد بعض فصائل الحشد التي تدين بالولاء للأحزاب الدينية يمكن أن يؤثر على سير العملية السياسية والتجربة الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات المحلية والبرلمانية التي اقترب موعدها،
وهو رأي يمكن أن يكون صحيحاً لو جرد من كونه صادراً عن جهات ما زالت الطائفية تطوق عنقها، لكن هذا الرأي يمكن أن نتجنبه بحل بسيط، وهو تأجيل الانتخابات إلى ما بعد الانتهاء تماماً من داعش وعودة النازحين. عدنان، يعني أعود إلى موضوع التشكيك بموضوع خسارة داعش، هذا واحد. ثانياً، أنت تتحدث يعني هناك ربما من يقول لك أن القوات العراقية العسكرية، الجيش ومختلف الصنوف الأخرى، قادرة على ردع أي عدوان إرهابي، فلماذا التركيز على الحشد الشعبي فقط؟ إذا كانت القوات يعني لا تعترف بأنه الحشد الشعبي غير مكمل لها، فهذا خطأ أيضا يضاف إلى الأخطاء التي ذكرتها، لكنه مكمل. وبالتالي الآن يعني الحديث عن انتفاء الحاجة هو الذي نتحدث عنه. لا توجد انتفاء للحاجة حتى هذا الوقت، بدليل أنه الجهات العسكرية بكامل صنوفها سلمت كثير من الأراضي، أصبحت الآن بعهدة الحشد الشعبي، بما معنى أنها تخضع الآن للسيطرة الكاملة من قبل فصائل الحشد الشعبي. انسحابها لابد أن يكون قد تحقق معه البديل الآن حتى هذه اللحظة غير موجود. ولماذا؟ بطريقة تسليم الأراضي الآن للحشد الشعبي هي خطوة يعني إلغاء كل ما قدمه الحشد الشعبي. يعني الآن هناك توافق بإبقاء بعض الأراضي عند الحشد الشعبي مقابل إبقاء الأراضي الأخرى لدى القوات الأمنية الخاصة اللي تتبع أكيد يعني نهائيا إنه تتبع. هو منو قايل لك منتفي للحاجة من الحشد الشعبي؟ الحديث عن حل معناه إنه انتفت الحاجة، يعني لا رئيس الوزراء ولا القوات الرسمية ولا أي أحد رسمي قال راح نحل الحشد الشعبي. وآخر تصريح لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء مع بقاء الحشد الشعبي، بدليل إنه هو الآن يعني يعتبر حال أي قوات موجودة تتبع يعني الحكومة الاتحادية مصوت عليها البرلمان، يعني مؤسسة حكومية. إذن يعني بقاء القيادات، نحن نتحدث في العمود لو تم التركيز على أنه ما دامت العمليات مستمرة بقاء الحشد الشعبي في صالح العمليات وليس في صالح وطن بأكمله. طيب، الحديث عن أنه في المستقبل يحل هذا حديث منطقي. أما تأثيره بأن هناك من تحدث بأكثر من نبرة عن أنه سيؤثر على الانتخابات، أنا أتوافق، نعم سيؤثر على الانتخابات. ما هو صدر قانون ممنوع يدخلون الانتخابات باسم الحشد الشعبي. هناك من يقلق من أبعاد أخرى، ليست المشاركة وحدها. الحشد الشعبي قوي بمرتكزات كثيرة. أولا العاطفة، الآن يعني أغلب أبناء الشعب العراقي متعاطفين مع الحشد الشعبي. الآن القرار السياسي يلعب اللعبة الانتهازية ويعول على الحشد الشعبي في أن يحصد له أصوات. كثير من الأحزاب تنتمي. اسمح لي الوقت أدركنا عدنان، لازم أروح لسعد العبيدي وخلي لازم نرجع لهذا الموضوع، تسجل النقاط ترجع لها. أروح للدكتور سعد العبيدي والمحور الأخير لمقالته في الصباح. لابد أن تتجه كل الجهات والجماعات التي استخدمت السلاح في محاربة الإرهاب ووقفت مع الدولة، ليس لتسليم سلاحها إلى الدولة فقط، بل وكذلك دمج جهدها العسكري بجهد الدولة وتغيير نهج التفكير والسلوك ليكون نهج بناء سلميا، وتكون الأدبيات الصادرة للتوجيه والتثقيف وطنية عراقية، والنظرة إلى التعامل مع حاجات المجتمع نظرة الدولة، والتصرف مع الواقع تصرف مواطنة. دكتور، كأنك تضع خارطة الطريق. وش بها خارطة الطريق إذا توضع بهذه الطريقة؟ حلوة يعني، ولكن هذه تحتاج إلى جهد الدولة من الروضة والابتدائية والمدارس والمناهج طبعاً. صعودا إلى يعني إلى التشكيلات العسكرية. أنا قلت في البداية أن هناك معضلة مفاهيمية. إذا أنت لم تغير المعضلة المفاهيمية، أبقى أنا رئيس منظمة أعمل بسلاحي لصالح المنظمة، وهذا ليس تفكير دولة. أنا اللي ممكن أن أعبر عليه في مثل هكذا حوار، أقول جميعنا نحن أدينا اللي علينا كسلاح بالمعركة وانتصر فعلا، لكن الآن لازم إحنا ننتقل انتقال الدولة. أنا أفكر تفكير دولة، أكو تفكير عراق، فأنا وسلاحي وجماعتي ننتقل من هذه الحالة طيب إلى الانتقال حالة إلى فكر الدولة، هل الحشد يعرقل هذا الانتقال؟ لا، أنا لم أقل الحشد يعرقل الحقيقة، لا، المجتمع العراقي عموما يعرقل. المجتمع العراقي
الحقيقة لم يصل إلى مستوى من النضج حتى هذه اللحظة لكي ينتقل انتقال دولة. اذهب بعيدا أو اذهب قليلا حتى لمستوى مسؤولين بالدولة، مستوى مدير عام أو وكيل وزارة أو حتى أحيانا وزير، هو لما تتكلم معه يقول لك أنا مدينتي أو حالتي أو عشيرتي. هذا هو ليس تفكير دولة. أنا اللي أقصده أنت رأسا تضع أمامك العراق، وهذا نهج تفكير كما قلت خلونا نتعلم منذ الصغر حتى آخر مرحلة من العمر. جميل. خلي نروح عدنان، انت سجلت هذه النقاط اللي ما تحدثت بها. ناخذ المحور الأخير لمقالتك في الحقيقة ونسولف بما تبقى من وقت البرنامج. إن الدعوة إلى حل الحشد الشعبي هي دعوة فيها تسرع كبير، كما أنها وفي الوقت الحاضر تحديدا تعد أشبه بالمغامرة، وربما تأتي بنتائج كارثية على المستوى الأمني. أما بعد أن يحدث الحسم في الملف الأمني ويعود الاستقرار إلى كافة ربوع العراق، فإن الحديث ربما سيختلف، ويصير المنطق أنه لا بد من حصر السلاح بيد الدولة تحديدا. يعني كأنك تستبق الأحداث عدنان. نعم، استقراء وليس استحداث. أنا استقرأ أنه الآن يعني الاصطدام بقضية الحشد الشعبي بهذه الطريقة الغير يعني ممنهجة ربما ستؤدي إلى مشاكل. من يصطدم به؟ ممكن تصطدم به الحكومة نفسها. ممكن أنه هناك فصائل الآن تلعب، يعني فصائل سياسية تلعب بورقة الحشد الشعبي. يعني الآن هناك من يراهن في الانتخابات المقبلة على الحشد الشعبي تحديدا، وبالتالي هذه القوى قد تحدث يعني ما أو تفتعل مشكلات ممكن أن تؤثر على الواقع. بعد الانتهاء من المعارك شو تريد من الحشد الشعبي الآن؟ من الحشد الشعبي أنا حددته في العمود، لكن يبدو أنه ما أخذته بالفقرة. أنه بعد مجرد أنه يبقى قيادة للحشد الشعبي مرتبطة، يسرح من تنتفي له الحاجة ويدمج مع الدوائر المدنية الخدمية والمصانع. حلو. كلهم هؤلاء يحولون إلى المصانع وإلى المعامل وإلى دوائر الدولة الخدمية، ويبقى من سمي بالمنضبط أن يدمج مع المؤسسات العسكرية سواء في وزارة الدفاع أو الداخلية أو بقية الأجهزة، ومن ثم يترك لهم حرية الاشتغال، لأنه كل واحد يشتغل في منصة. من يروج للحشد بقائمة انتخابية قادمة؟ هو هذا اللي أقول عليه. الآن الكل يراهن. لماذا؟ لأنه هناك اشتغالات على الحشد الشعبي. أولا هناك حافز مادي لدى الحشد الشعبي، هناك موازنة تصرف للحشد الشعبي، هناك العاطفة التي الآن كلها مع الحشد الشعبي والشهداء. موازنة للمقاتلين، مو تروح تنصرف للانتخابات؟ أكيد ستصرف. أكيد ستصرف بعضها وستبوب لها أبواب خاصة. أيضا لا تنسى العاطفة الشديدة للعراقيين الآن. شهداء كثر في مناطق الجنوبية، ويستثمرون هاي الشهداء طبعا الشهداء الجنوب تحديدا. طيب. هم الغالبية وبالتالي عوائل الشهداء، وهذا كلها تتحدث مع تضحيات النزعة العشائرية. لا تنسى النزعة العشائرية والطائفية أيضا موجودة في بعض يعني الفصائل. هذه ستولد عنف، يعني إنه عندما تتجاوزني لن أسمح. أنت مع دخول الحشد الشعبي بقائمة انتخابية؟ مستحيل. أنا ضد دخولهم، لأنه سيذهب كل جهدهم. وأساسا أكو هيك قرار ممنوع دخولهم بهذا الاسم. ممكن تسمي أي تسمية وتدخل بها. سيفقدون كل ما قدموه للعراق في حال تحولوا إلى أساسه، ليبقوا مقاتلين، ليبقوا أمام الأنظار أنهم كانوا مضحين للعراق بأرواحهم وبدمائهم. أما دخولهم في العملية السياسية سيحولهم إلى لصوص وسراق. من حق قياداتهم أن تدخل بشكل طبيعي. ما دمت تؤمن بأنك ضمن المؤسسة العسكرية لا يحق لك. اخرج من المؤسسة العسكرية، عندها يحق لك. هذا قانون ودستور، يعني مو أنا أجيبه. حلو. القانون والدستور يقول ما دام الحشد الشعبي الآن هو مرتبط بالقيادة العامة للقوات المسلحة إذن هو عسكري، والعسكري لا يحق له الدخول في الانتخابات أو الترشيح نهائيا. هنا الاشتغال. يعني أنا أقول لننتظر قليلا، يؤجل الانتخابات قليلا، يعود النازحين الى دستوريا بتاجيل الانتخابات. لا ممكن. لا هذه ممكن يصير عليها توافق سريع. صعب. توافق سريع ممكن يصير بسبب مشاكل النازحين ومشاكل الامنيه تحل وبعدها الانتخابات. اما الان لا، الكل سيتبجح وسيتحدث عن يتحدث عن انه خسر الانتخابات بسبب الحشد الشعبي. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. انتهى وقت البرنامج. الشكر موصول لضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل العسكري الدكتور سعد العبيدي والكاتب والصحفي عدنان الفضلي. شكرا لكم. في امان الله.